الناس اللي كيغوتوا على غلاء المعيشي والاسعار المشتعله في الخضر والفواكه والاسماك واللحوم، السبب الحقيقي من بعد ارتفاع الغازوال وموجة الصقيع. موجة الصقيع راه هما خوتكم الشناقه. كاين بزاف ديال المضاربين وما بات يعرف بالشناقه عايشين وسط منا، وحتى هما كيحتاجوا معنا على الغلاء الاسعار، وهما اكبر المستفيدين من هادشي اللي وصلنا ليه. الشناق هو داك الكيدار اللي كيتاجر في عز الازمات وكيقلب على الربح ديالو على ظهر خوه المسلم، وما سوقو في حتى واحد. كتهمو حاجه وحده، هي يعمر جيبو ويعفط عليك انت. الشناق هو داك الميخي اللي كيمشي يشري المطيشه والبصله والجلبانه بكميات كبيره من المصدر اللي هو الفلاح، وكيخزنها عنده في الدار، وكيخرج يبدا يبيع فيها في سوق الجمله باتفاق مسبق مع الشناقه بحالو بالثمن اللي بغاو. وكاين شنانيق صغيور كيمشي لسوق الجمله نيشان وكيشري حتى هو بالعرارم، وكيجيبهم يبدا يفرق فيهم على المحلات في الدروبه والاسواق اللي كيبيعوا بالتقسيط، وحتى هو كيتبورد في الثمن كيف ما بغى. المطيشه مثلا في سوق الجمله كتباع ب5 دراهم الكيلو، ولكن مع كثرة الشناقه كتوصل حتى 13 درهم. وحتى لو حسبنا كلفة النقل ونسبة الربح، كيلو ديال المطيشه ما خصوش يفوت 7 ديال الدراهم. المغرب فيه 2 بحوره، والمغربي من حقه يشري كيلو السردين ب7 ديال الدراهم فقط، ولكن مع الشناقه تناخذوه ب30 درهم وساكتين، حيت بكل بساطه كيلو ديال السردين في الجمله ما كيفوتش 5 ديال الدراهم. وهامش الربح قانونيا، هامش الربح قانونيا ما خصوش يفوت 2 حتى 3 ديال الدراهم. ديما كنقولها وكنعاودها، السلاح ديالكم هو المقاطعه. حيت باش نجيكم من الاخر، الدوله ما قادراش توقف الشناقه، وما كاينه حتى مؤسسه رسميه كتشرف على تحديد الاسعار وكتعاقب الغشاشه والمضاربين. داكشي علاش دايرين فينا ما بغاو. داكشي اللي تنشوفوه في الملاعب ديال الاوراق ديال المارشي نوار كيتسمى تشناقت، كاين في كاع المجالات. في المحروقات براسهم فيها الشناقه. الرساله اللي بغيت نوصل من هذا الفيديو هي خوتكم وسط منكم هما السبب، هما السبب، وكيجيو حتى هما يشكيو علينا ويبكيو علينا. من الاخر حنا شعب فاسد، داكشي علاش سلط علينا الله حكومه فاسده.